بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا سعيد جدا ألتقي بحضراتكم. فرجالة طبعا شركة رائدة في صناعة الأكل. شركة اتأسست من سنة 1973 وإحنا موجودين في مدينة برج العرب، والمصانع على مساحة 650 ألف متر مربع، وفي 23 مصنع لفرجالة، والعمالة بتزيد على 15 ألف عامل. وإحنا بنصنع الغالبية العظمى من المنتجات الغذائية، وإحنا بنصدر لكل العالم، وإحنا متميزين جدا في التصدير، بنصدر لغالبية دول العالم بطاقات كبيرة جدا، وإحنا متواجدين طبعا في السوق المحلي في مصر. وإحنا هدفنا طبعا زيادة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، الارتقاء بمعدلات التصدير. إحنا دايما عندنا أبحاث تطوير، بص للمنتجات الجديدة وبنطور منتجاتنا الموجودة بحيث إن هي تواكب العلم وتواكب العالم من حيث التقدم، وبنسعى إن احنا نرضي المستهلكين سواء على مستوى العالم أو على مستوى مصر طبعا، بحيث إن احنا نرضي أذواقهم، ونحاول إن احنا ننتج منتجات بجودة عالية جدا بأسعار مقبولة أو بأسعار تكون تتناسب مع جودتها، ما تكونش طبعا مرتفعة، لأن طبعا المنافسة قوية جدا، فأنت بتنافس في الجودة وبتنافس في السعر وبتنافس في الشكل المنتج. دايما فرجالة بتسعى لتطوير منتجاتها. عندنا طبعا عدد من العلامات التجارية، فراجيلو، وفي عندنا بارادايس، وعندنا ايزي موزو. الرينج ضخم جدا. احنا دلوقتي بنعمل توسعة كبيرة جدا في مصانع الخضار المجمد، ضخمة جدا عشان تقابل الاقبال الكبير قوي. نعمل توسعه كبيره قوي في مصانع الكرواسون، تعمل هذا الكلام في الطماطم، الصلصه، انتاج كبير قوي. وبعدين احنا دلوقتي ابتدينا نعمل منتجات جديده بقى، زي البيل توميتو، زي بقى البرودكت اللي هو تبقى شوبر توميتو، يعني الطماطم المتقشره والمعلبه في كنز. احنا عندنا مصنع كنز كبير بنعمل الصلصه اللي فيها قطع الطماطم، برضو دي مطلوبه بشكل كبير قوي. بنعمل انواع جديده من الفليفرد ميلك، بنعمل عصير باللبن الجديد، كل ده بنعمله. نعمل انواع جديده من الكرواسون، انواع جديده من البسكوت. بنعمل البسكوت اللي هو للدايت. بنعمل كمان انواع كتير. عندنا الفراخ رينج كبير قوي من المنتجات. بنطور في التشيكن برودكت، سواء التشيكن باتيه، الستريبس، حاجات كتيره، برضو المطهيات. وبعدين احنا المصدر الرئيسي في مصر للغالبيه العظمى، واحنا دايما مصنفين اكبر مصدرين حسب احصاء المجلس التصديري. واحنا كمان بندي المطاعم العالميه وقوى حفظ السلام الموجوده في الشرق الاوسط، واكبر الماركات العالميه بتصنع عندنا، لان احنا عندنا قطاع كبير قوي اللي هو ان احنا بنصنع منتجات عالميه بالماركات العالميه اللي موجوده في مصر او موجوده في الخارج. معظم الغالبيه العظمى من هذه الماركات العالميه للاكل اللي بتتصنع في مصر بتتصنع داخل مصانع فرجالة. وطبعا سواء بتتصدر من فرجالة باسم هذه الشركات لدول العالم، او بتنزل السوق المصري باسمها في السوق المصري. واتمنى طبعا التوفيق والنجاح لمصر، واتمنى مصر تكون دايما في ازدهار وفي نجاح. سعداء جدا بالمعرض. المعرض جميل جدا، موقعه رائع طبعا، احنا بنشترك فيه وبنحرص على الاشتراك دائما. تنظيمه هايل، تنظيم على مستوى راقي جدا يضاهي المعارض العالميه. المعرض بيزداد بصفه دائمه. احنا بنشوف عدد كبير قوي من العملاء بتوعنا، وبنستقبلهم، فكره جيده جدا، ونتمنى المعرض ازدهار. الصناعه المصريه طبعا مهمه قوي، الرئيس بيشجع الصناعه وبيحل مشاكل الصناعه، ونتمنى الدوله كلها تخطو خطوات زي ما رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه يعني على كل حاجه بيعملها. راجل وطني من الطراز الاول ومجتهد من الطراز الاول. نتمنى مصر تخطو خطوات كبيره قوي في تطوير الصناعه والتصدير. هو الامل الكبير قوي لمصر، وهو يجب ان يكون الحجر الاساس اللي يتبنى عليه الاقتصاد القومي.